أسرار الغرفة المغلقة. 6 حاجات لو حكيتها للناس هتدمر مستقبلك المالي. تخيل معايا المشهد ده. بقالك سنين بتبني في طموحك، طوبة فوق طوبة، سهر وتعب وشقة، وفجأة في لحظة واحدة تكتشف إن اللي هدم كل ده مش منافس في السوق ولا عدو مجهول، ده شخص قاعد معاك على نفس السفرة وبياكل من أكلك. صدمة صح؟ بس دي الحقيقة المرة. أعظم خطر على نجاحك مش بيجي من بره، ده غالباً بينبت في صمت جوه دايرتك القريبة. في معلومات يا صديقي عاملة زي باسورد الخزنة، لو اديتها للشخص الغلط حتى لو قريب منك فأنت بتسلم له مفاتيح دمارك بإيدك. إحنا مش بندعو للشك أو الانعزال، إحنا بنتكلم عن ذكاء استراتيجي. وعشان أنا جربت ودفعت التمن غالي قبل كده، جايلك النهاردة ب6 أسرار قاتلة لازم تحتفظ بيهم لنفسك مهما حصل. أولاً، مشاريعك اللي شغالة دلوقتي The Stealth Mode. بص يا سيدي، الكلام بيدي إيحاء كاذب بالتقدم. لما تقعد تحكي للناس أنا هعمل، دماغك بتفرز دوبامين وبتاخد جرعة سعادة كأنك حققت الهدف فعلا. النتيجة بتفقد الشغف والجوع اللي بيخليك تشتغل بجد. العبها صح، البذور بتكبر في الضلمة تحت الأرض مش وهي معرضة للهواء. اعمل في صمت وخلي النتائج هي اللي تعمل دوشة. ثانياً، نقط ضعفك Don't show your cards. تفتكر إنك لما تحكي نقط ضعفك للناس هتاخد طبطبة؟ الحقيقة إنك بتاخد وصمة. الناس بتميل إنها تثبتك في خانة نقطة ضعفك القديمة حتى لو اتغيرت. لو قلت إنك بتخاف من المواجهة هتفضل في نظرهم المحزوز حتى لو بقيت أسد. اشتغل على عيوبك في الخفاء، ولما تظهر لهم اظهر بالنسخة البريميوم بتاعتك. ثالثاً، أسرارك الشخصية Your Secret Garden. حياتك الخاصة مش كتاب مفتوح، والشفافية المطلقة مش فضيلة، دي مخاطرة. المعلومات زي الفلوس، بمجرد ما تخرج من جيبك ما بقتش بتاعتك. كل سر بتحكيه بيبقى سلاح محتمل ممكن يستخدم ضدك في أي لحظة خلاف. الغموض قوة، والناس بتحترم اللي ما بتقدرش تفهمه بالكامل. رابعاً، عقدك الجسدية The Perception Filter. عارف إيه المضحك؟ إن العيوب اللي شاغلة بالك في شكلك غالباً مفيش حد واخد باله منها أصلاً لحد ما أنت تنطق. أول ما تشتكي من مناخيرك أو طولك أنت حرفياً بتجبر اللي قدامك يبص عليها بميكروسكوب. الثقة مش إنك تكون مثالي، الثقة إنك ما تخليش عيوبك مادة للدردشة. خامساً، أحلامك الكبيرة Protect the Flame. الحلم العظيم زي الشمعة في مهب الريح، نفخة شك واحدة من شخص محبط كفيلة تطفيها. الناس غالباً بتشوف أحلامك جنون لأنهم بيقيسوها بقدراتهم هم مش بقدراتك أنت. احتفظ بحلمك في قلبك لحد ما يبقى حقيقة واقعة تفرضه على الكل. سادساً، دخلك المادي The Money Paradox. المال هو السم اللي بيبوظ العلاقات. لو قلت إنك بتكسب كتير بقيت البنك المتنقل ومطالب تدفع للكل، ولو قلت إنك بتكسب قليل بقيت المعالة اللي الكل بيبص له بصفقة. الاحترام بيتغذى على الغموض، خلي الناس تخمن، ده بيحافظ على توازن صحي في علاقاتك. تفتكر إنك كده عرفت الأسرار وخلاص؟ طبعاً لأ، دي مجرد البداية. في الجزء الثاني هنغوص في سيكولوجية التنفيذ، إزاي فعلياً تقفل بابك على أسرارك من غير ما تبان غريب. هنعلمك فن الرد على الفضوليين، وإزاي تبني علاقات حقيقية بعيداً عن المحاسبة المادية. ده الدليل العملي اللي هينقلك من مرحلة المعرفة لمرحلة التطبيق بقوة. في الجزء الأول إحنا اتفقنا على ال6 خطايا اللي لازم نخبيهم: مشاريعنا، نقط ضعفنا، أسرارنا، عقدنا، أحلامنا، ودخلنا. كلام جميل، بس في مشكلة. إحنا عايشين وسط بشر، والناس دول فضوليين بالفطرة. يعني مش كفاية إنك تاخد قرار بالكتمان، أنت محتاج خطة تنفيذية. النهاردة إحنا مش هنشرح ليه، إحنا هنشرح إزاي. بصفتي دحيح برو هعلمك إزاي تعمل فلترة للمعلومات وتقفل الحنفية من غير ما تبان غريب أطوار أو انعزالي. يلا بينا نحط ال6 أسرار دول في الخلاط ونطلع بالخطة. أولاً، الرد الذكي على عملت إيه في مشروعك The Deflection Art. لنفترض إن في حد عارف إنك بتبدأ مشروع وسألك، ما تقولش ما تسألش، دي قلة ذوق. الرد الذكي هو التعميم. قول له الحمد لله الأمور ماشية، بس دلوقتي مركز في التنفيذ أكتر من الكلام. كده أنت فلترت المعلومات وربطت الإجابة بقيمة العمل من غير ما تدي تفاصيل. إيه بسيط، قول له يا عم أنا عامل زي الحرامي، ما بتكلمش غير بعد العملية. ثانياً، تحويل نقطة ضعف لدروس مستفادة Weakness into Wisdom. لو حد قريب جدا سألك عن غلطة قديمة ما تحكيش الدراما، احكي النتيجة. قول له الموقف ده علمني كذا وكذا، ودلوقتي أنا بستخدم الدرس ده في شغلي. كده أنت مش بتبان هش، أنت بتبان قوي وقدرت تتغلب على المشكلة. المصطلحات الدقيقة
أنت بتحول ال vulnerability ل resilience. ثالثاً، حدود الحديقة السرية setting boundaries. الناس بيضغطوا عشان يعرفوا أسرارك، قول له دي حاجة بفضل إنها تفضل خاصة، تفتكر إيه رأيك في كذا، وانقل الكلام لموضوع تاني خالص. كده أنت بتصمم الباوندريز بذكاء من غير ما تخسر الشخص. أنت كده كخبير علاقات بتقول له أنا بحترمك بس بحترم خصوصيتي أكتر. رابعاً، العقدة الجسدية، العبها بفن اللامبالاة، دي indifference technique. لو حد علق على شكلك ما تدافعش عن نفسك. الرد المثالي هو السكوت أو إفيه مضحك، يا عم دي ماركة مسجلة. كده أنت بتقطع وتيرة الحماس عند الشخص الفضولي وبتخليه هو اللي يحس بالحرج. أنت مش محتاج تكست على الشاشة، سكوتك كافي. خامساً، الأحلام الكبيرة، قسمها لأحلام صغيرة micro goals sharing. تفتكر إنك لو قلت عايز أبقى ملياردير محدش هيسخر؟ قول له النهاردة أنا مركز في إني أزود دخلي 10%. كده أنت فلترت الحلم وحولته لهدف منطقي للناس ومن غير ما تدي تفاصيل الحلم الحقيقي. أنت كده كعقل مهتم بالتفاصيل بتقسم المشروع الماكرو لخطوات المايكرو. سادساً، التخييمات دي، الرد القاتل the general income defense. الفضولي سألك بتقبض كام؟ قول له الحمد لله بيكفي احتياجاتي وبحوش منه. كده أنت مش بتكسب بس ما بتديش أرقام، أنت كده بتحافظ على الاحترام وبتمنعش الشخص إنه يبقى محاسب على جيبك. كتالوج الكتمان، 5 خطوات عملية عشان تقفل حنفية الكلام وتسيطر على حياتك. بعد ما عرفنا إيه اللي لازم نخبيه، النهاردة جه وقت الهاو تو، إزاي فعليا تبني سور الصين العظيم حول أسرارك من غير ما تبان غريب. في الفيديو ده هنشرح الخطوات التنفيذية والتدريبات النفسية اللي هتخليك مايسترو في إدارة معلوماتك الشخصية. استعد عشان دي الحلقة اللي هتنقل حياتك من العشوائية للنظام الاستراتيجي. بص يا سيدي، الكلام شهوة وساعات بنحس إننا عايزين نفضفض عشان نرتاح، بس الراحة دي مؤقتة والوجع اللي بيجي بعدها بيبقى مزمن. النهاردة أنا جايب لك الخطة الخماسية عشان تتحول من شخص رغاي بالفطرة لشخص استراتيجي بالصراع. ركز معايا في الخطوات دي. الخطوة الأولى، قاعدة ال3 ثواني The 3 second rule. قبل ما تنطق أي معلومة عن ال6 حاجات اللي اتفقنا عليهم، عد لحد 3 في سرك. في ال3 ثواني دول اسأل نفسك المعلومة دي هتفيدني بإيه لو اتقالت، وحضرني بإيه. لو مفيش فايدة حقيقية ابلع ريقك وغير الموضوع. زي ما بنقول في الفيزياء لكل فعل رد فعل، فكر في رد فعل كلامك قبل ما يخرج. الخطوة الثانية، صناعة الإجابات المعلبة Canned responses. ما تستناش لما حد يسألك وتتزلع بك، جهز ردود شيك ومختصرة لكل سؤال متوقع. بيقبض كام؟ الحمد لله مستورة وزي الفل. مشروعك فين؟ في مرحلة الطبخ وأول ما يجهز هعزمك. الردود دي زي الدرع اللي بيصد الأسهم من غير ما يكسرها. الخطوة الثالثة، الصمت الاستراتيجي Strategic silence. اتعلم إنك ما تملاش الفراغ في الكلام. لما تسكت اللي قدامك هو اللي بيضطر يتكلم. في علم النفس الشخص اللي بيسمع أكتر بيبان أذكى وأقوى. خليهم هم اللي يحكوا وانت اكتفي بهزة راس بسيطة. افتكر إذا كان الكلام من فضة فالسكوت ذهب وألماس كمان. الخطوة الرابعة، اختيار صندوق الأسرار The safe box. مش لازم تخبي على الكل بنسبة 100%، ده جنون ارتياب. اختار شخص واحد بس يكون خبير أو منتور أو شريك حياة حقيقي ويكون هو ده صندوق أسرارك. الباقي ليهم القشرة بس. القوة الحقيقية في إنك تعرف مين يستحق الثقة. الخطوة الخامسة، التدريب على الغموض اللذيذ Delightful mystery. حبب نفسك في إن الناس ما تعرفش عنك كل حاجة. الغموض بيدي هبة. لما حد يسألك إيه أخبارك قول عايش في مغامرة واسكت. هيفضلوا يتخيلوا إنك بتعمل حاجات عظيمة وده في حد ذاته براندنج مجاني ليك. الخاتمة وبس كده يا شباب، ده كان كل اللي عندنا في فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. قولي رأيك تحت في الكومنتات، وأي خطوة من دول هتبدأ تطبقها من بكرة. ولو عندك أي سؤال سيبهولي وهرد عليك فورا. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.